السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مرة تانية في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون من شركة سامسونج، وهو سامسونج A54. طبعا ده يعتبر نازل ضمن سلسلة التليفونات اللي ما بتنزلش غير كل سنة مرة، زي A52s بالظبط. في الفيديو ده هشرح لك فيه تجربة التليفون، وكمان في اخر الفيديو هقول لك اهم مزايا التليفون ده واهم العيوب بتاعته. نيجي بقى لاول حاجة بداية كده، ما تشتري العلبة بتاعت التليفون. محتويات العلبة بتاعت التليفون طبعا التليفون زائد الكتالوجات، ومعاهم دبوس الشريحة، وحاطين لك كاب. يلا هايص، بس كده مفيش اي حاجة تاني في التليفون، ولا في كفر ولا في راس شاحن ولا في سكرينة للشاشة. طيب نيجي بقى للتليفون. تصميم التليفون ده مختلف عن بقية السلسلة الخاصة باخواته، يعني الحمد لله اخيرا غيرت شكل الديزاين بتاع التليفون وخلتها شبه الفلاج شيب، يعني شبه تليفون سامسونج S23. طبعا التصميم شكله ممتاز جدا، ده غير كمان ان الشركة حاطة في التليفون ده شهادة ان هو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، يعني انت تقدر تنزل بيه المية لحد عمق متر لمدة نص ساعة مش هيحصل له اي حاجة. بس الكلام ده لو مية عذبة، مية مالحة استحالة يحصل الكلام ده. طبعا التليفون هيبوظ، ولو رحت بيه للضمان هيقول لك لا يتصلح على حسابك، لان هم يعرفوا ان انت نزلت بيه مية مالحة. وزن التليفون 203 جرام، تقيل حبتين بس شكله معقول، وتحسه كده ملموم واخد ايديك كلها بالتصميم الجديد اللي هم عاملينه. طبعا خامات بالكامل من الزجاج ومحمية بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. ده بالنسبة للتصميم. انما بالنسبة للشاشة، فالشاشة جاية بالشكل اللي احنا شايفينه كده، حواف كبيرة نسبيا، بس الحواف لو خدت بالك منها ان هي كلها واخدة الشاشة كلها، تحس ان هي مدية سيمترية كده حلوة في الايه، في التليفون. يعني لو انت واحد مهندس هتحب الشكل ده، يعني مش هتكون مثلا الحواف تحت واخدة بقية الشاشة وسايبين حتة صغيرة، الحواف فوق الحواف في الجنب، لا، مظبطينها على التليفون كله. يعني الشكل عامة ما يضايقكش لو انت معاك التليفون ده. الشاشة جاية من نوع اموليد بحجم 6.4 انش بجودة فول اتش دي بلس، وبتدعم ال HDR10، وكمان بتردد 120 هرتز. طبعا انا مش هتكلم عن جمال الشاشة، لان تليفونات سامسونج كلها معروفة شاشتها عاملة ازاي. الجميل بقى علشان خاطر تستمتع كده وانت بتستخدم الشاشة دي او وانت بتتفرج على محتوى فيها، سامسونج حطلك في التليفون ده سماعات ستيريو سبيكر. وطبعا بما ان الشاشه دي سوبر اموليد، فطبعا البصمه موجوده تحت الشاشه، وكعاده سامسونج ما فيهاش اي مشكله نهائي وبتشتغل بصوره حلوه جدا. نيجي بقى للاداء. التليفون ده نازل بمعالج من نوع اكزينوس 1380. طيب المعالج ده يوازي ايه او احسن من ايه؟ المعالج ده احسن من معالج سناب دراجون 778 جي اللي موجود في 52 اس، والمعالج ده بتكنولوجيا 5 نانومتر. المعالج شغال كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله، بس المشكله الوحيده ان هو مش داعم للالعاب. يعني هو كده مش هيشغل لك الالعاب، لا هيشغل الالعاب والالعاب مش هيبقى فيها اي مشاكل. يعني ببجي اعلى اعدادات ممكن تلعبها ببجي هاي فريم ريت، وبتلعب ب 30 فريم، مش هيزيد عن كده. بس استحاله تلاقي معاك تقطيع فريمات. التليفون ممكن يسخن معاك من ضغط الشغل، بس مش يسخن السخونة اللي هي، بس هيشتغل كويس جدا في الالعاب، وهيشتغل كويس جدا في التصفح وفي اي حاجة تانية، بس مش تاخد منه اعلى اداء. لو انت عايز اعلى من 30 فريم مش هيديك اعلى من كده، مع ان المعالج ده قدرته اعلى من كده، بس للاسف المطورين هم اللي ما بيشتغلوش على نقطة الالعاب في المعالج ده. طبعا الواجهة اللي موجودة في التليفون One UI 5.1 زائد اندرويد 13. نيجي بقى للنقطة التانية، البطارية في التليفون ده نظامها. التليفون ده جاي ببطارية 5000 ملي امبير، هتقضي معاك اليوم من غير اي مشكلة. بس في مشكلة صغيرة، ان التليفون ده بيدعم الشاحن السريع بقوة 25 واط. احنا دلوقتي بنشوف تليفونات 120 واط و67 واط و66 واط. 25 واط ساعة وتلت بتشحن تليفونك كتير قوي بصراحة، فهم محتاجين يشتغلوا على نفسهم في النقطة دي. نيجي بقى لأهم حاجة في التليفون ده برضو، وده اللي بتتميز بيه سامسونج، وهي نقطة الكاميرات. التليفون ده جاي ب3 كاميرات في الخلف. أول كاميرا 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وده بمثبت بصري حقيقي OIS، وكمان الكاميرا التانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2
دي عشان خاطر تديك تصوير واسع، والكاميرا التالتة 5 ميجا بكسل 2.4 دي عشان تصور ماكرو. وطبعا الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. طبعا مش هقدر اقول لك حاجه عن كاميرات سامسونج لان كاميرات سامسونج معروفه عامله ازاي، ومعظم الناس اللي بتشتري سامسونج بتشتريها علشان الكاميرات بتاعتها. الميزه بقى الجميله في التليفون ده ان هو بيصور لحد 4K. كمان فيها ميزه حلوه جدا ان انت تقدر تتنقل ما بين الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه والكاميرا الالترا وايد براحتك جدا وانت بتصور الفيديو. بس في عيب صغير قد كده ان انت متعرفش تصور فيديو بالكاميرا الماكرو. وكمان التليفون ده بيدعم مايك اضافي لعزل الضوضاء عشان وانت بتصور الفيديو يعزل لك الدوشه اللي حواليك. طبعا التليفون ده بيدعم ال NFC وبيدعم جميع المستشعرات ما عدا مستشعر التقارب او مستشعر المكالمات، بيدعمه سوفت وير. وبصراحه كعاده سامسونج في المستشعر ده السوفت وير بيهنج او ما بيشتغلش بصورة كويسة وانت بتتكلم في التليفون. ممكن بقى يشتغل ويفصل وممكن يقفل السكة في وش اللي انت بتكلمه، بيعمل حركات او انت كده وانت بتستخدم التليفون. كده يعتبر وصلنا لاخر الفيديو، وهقدر اقولك دلوقتي اهم مميزات التليفون ده واهم العيوب بتاعته. نيجي لاهم المميزات. اول حاجة التليفون ده جاي مقاوم للماء بمعيار IP67 ودي ميزة قوية جدا في التليفون ده. تاني حاجة الشاشة بتاعت التليفون ده من النقط القوية جدا في التليفون ده. تالت حاجة التليفون نازل بسماعات ستيريو سبيكر، سماعات قوية وصوت نقي جدا. رابع حاجة الكاميرات أدائها ممتاز جدا في التليفون ده. خامس حاجة ودي ما قلتهاش في الفيديو الهابتك فيدباك. في جهاز فايبريشن صغير هو قد كده، يعني حاجة قد كده مش حاجة قوية زي أجهزة شاومي، موجود في التليفون ده بيديك هابتك فيدباك حلو جدا وانت بتستخدم التليفون. ده يعتبر نقاط القوة اللي موجودة في التليفون ده. طيب ايه العيوب بقى اللي موجودة؟ اول حاجة حواف الشاشة كبيرة نسبيا، دي ممكن ما تكونش عيب قوي، ممكن تعجب ناس وممكن ما تعجبش ناس. تاني عيب ان التليفون جاي من غير اي حاجة في العلبة، يعني انت هتشتري التليفون وكمان هتشتري الحاجات بتاعته. لو انت مثلا ما عندكش راس شاحن وهتضطر ان انت تشتري كفر وهتضطر ان انت تشتري سكرينة علشان هو هيكون نازل من غير سكرينة. تالت حاجة قوة شحن البطارية ضعيفة جدا، بتشحن البطارية في ساعة وتلت وده كتير جدا بالنسبة للتليفونات اللي موجودة دلوقتي في السوق. رابع حاجة مفيش مدخل 3.5 مللي اللي هو المدخل الخاص بالسماعات الهيدفون. وخامس حاجة مستشعر المكالمات دي حاجة مهمة جدا لازم تبقى موجودة في اي تليفون نازل، ده بالنسبة لنا، بالنسبة لكم انتوا حرين. سادس حاجة بقى دي ممكن تهم ناس وناس لأ، ان مفيش راديو FM وكمان مفيش خدمة تسجيل المكالمات. دي اهم المميزات ودي اهم العيوب. واخيرا بقى سعر التليفون ده نازل بسعر $350، يعني في مصر عامل 16,000 جنيه، وانا بصراحة شايفه صفقة حلوة جدا بالنسبة للامكانيات بتاعته. كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، رب اكون فدتكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام.